فاش كنسمعوا بياماها تينيري 700 او كنسمعوا بهوندا سي بي 500 اكس كنسمعوا كذلك بينيلي تي ار كا 702. الدراجه اللي جمع بين الرود اوفرود اللي عندها قدره عاليه باش تمشي مسافات طويله في طريق مختلفه بسرعات عاليه. ونزيدكم هادشي هذا كامل بالثمن جد منخفض. بقى مع فيديو حتى الاخر باش نتوما اللي غادي تحكموا عليها واش الثمن هذا صالح لا، واش هي تساهل ولا لا. هيا قبل ما نبداو نعملوا واحد التعريف خفيف ظريف لهاد الشركه هذه بينيلي هي واحد الشركه ايطاليه الاصل متخصصه في صناعه الدراجات الناريه اللي تم التاسيس ديالها في سنه 1911 وبالضبط بمدينه بيزارو في ايطاليا. دخلت اول منتجات ديالها المغرب في التسعينات، ومع تطور الوقت زادت الشهره ديالها وزادت الشعبيه ديالها خصوصا ما بين 2000 و 2010 لانها بدات كتصنع ماركات اللي هما انيقه ورياضيه وبثمن جد منخفض، بحال مثلا تي ار كا 502 اكس واللي عرفت في السنوات الاخيره شعبيه كبيره وحققت مبيعات خياليه في الاسواق الاوروبيه والاسيويه وفي شمال افريقيا. ودابا يمكننا ندخلوا في الشرح من هاد الدراجه الناريه. كتحتوي على محرك دو سيلندر بسعه 698 سي سي اللي كيولد لنا قوه ديال 70 الخيل و70 نيوتن متر، بالاضافه لمبرد رادياتور وبواطه فيتاس اللي فيها 6 ديال الفيتاسات مانيير. كتجينا بخزان بسعه 20 لتر و4 اللي كتبقى ديال الاحتياط، والكونسوماسيون ديالو 4.6 اللي قادره تقطع بك مسافه ديال 435 كيلومتر، وهادشي هذا بطبيعه الحال كيتغير على حسب الطريقه ديال السوق. الوزن ديالها 222 كيلوغرام والطول ديالها متر 22. اجي الرعد هانيه سبحان الله صاحبي، انا كنهضر والرعد فوقي بحال الجو عرفتي. يا سلام اللهم بارك، الحمد لله والشكر لله اللهم بارك. المهم نعاود، الوزن ديالها 222 كيلوغرام، الطول ديالها متر 22، العرض ديالها 925 ملم، الارتفاع ديالها متر 42 والارتفاع ديال المقعد 835 ملم. اي الناس اللي يقدروا يسوقوها بكل اريحيه ومن اللي في الطول ديالهم ابتداء من متر 70 فما فوق. وهذا ما كاينش بطبيعه الحال ان الناس اللي قصار ما يقدروش يسوقوها، لان اذا كانت عندك الخبره يمكن لك تسوق اي حاجه وفي اي طول كان. كتجي فيها العجله الخلفيه ديال 19 والعجله الاماميه ديال 17، وايضا جوانط كيجيونا ديال الالومنيوم باش يكونوا خفاف، وكذلك كيجيونا فيهم راديونيس باش يكونوا صحاح، وايضا فيها فرانس بينيلي ومدعومه بنظام ABS. وما ننساوش كذلك فيها بيكي سنترال اللي يمكن لك توقف على الدراجه الناريه ديالها. كتحتوي على شاشه تي اف كيب كولور بمقياس 5 بوس واللي كتعرض لك جميع المعلومات المتعلقه بهذه الدراجه الناريه، وايضا فيها الاضواء الاماميه والاضواء الخلفيه كاملين ديال الليل، بالاضافه فيها الاضواء اللي في الجوانب ديال الازرار اللي كيساعدوك في الرؤيه بالليل وكيزيدوها في الجماليه ديالها. وما ننساوش كذلك المكان ديال الشارج اللي كيدعم يو اس بي وتيب سي. واش صافي سالينا؟ لا، باقي لنا اهم حاجه اللي هي ابليكاسيون. هذا التطبيق اللي الاسم ديالو كاربيت رايد واللي كيتيح لك 3 ديال الفرص و3 ديال المميزات داخل التطبيق. الميزه الاولى هي انك تعرض المسار اللي غادي تمر فيه في الماب داخل التطبيق ويمكن لك تعرضه في وسط الشاشه بلا ما تحتاج التليفون ديالك، وهذا التطبيق هذا في بعض الاحيان يمكن يكون بالاشتراك. الميزه الثانيه هي انك يمكن لك تغير الصوره ديال الشاشه بالصوره اللي بغيتي. الميزه الثالثه هي يمكن لك تخدم الموسيقى داخل التطبيق. ودابا باقي لنا اهم حاجات اللي اي واحد قبل ما يشري موتور كيبغي يعرفهم، هو شحال من كولور فيها، الثمن ديالها، السرعه القصوى ديالها، والتجربه ديالها في الارض الواقع، لان غادي نقوموا بالتجربه ديالها في الارض الواقع وانتم اللي غادي تحكموا. قبل ما نتكلمكم على هذا كامل صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيجيو فيها 4 ديال اللونات، اللون الاولاني اللي هو الخضر، اللون الثاني اللي هو كري، اللون الثالث اللي هو كري مفتوح، اللون الرابع اللي هو البيج. بالنسبه للثمن ديالها اللي هو 9 ملايين و9999 درهم، اي تقريبا 10 ديال المليون باش بلا ما تدوخ. بالنسبه للسرعه القصوى ديالها حقا كيقولوا هاد الشركه الام ديالها باللي هي 180 كيلومتر في الساعه، ولكن كما كتعرفوا حنا في ارض الواقع غادي نشوفوا واش 180 كيلومتر في الساعه ولا ماشي 180 كيلومتر في الساعه. من بعد ما ذكرنا معلومات كاملين غادي نخليكم مع فاصل قصير اللي فيه سينيماتيك باش من بعد غادي نرجعوا وغادي نوريكم واحد الحاجه اللي غادي تعجبكم كاملين. هيا
ودابا من بعد ما نشوفوا السينماتيك غادي ندوزو للتوب سبيد، نشوفوا السرعه القصوى ديالها، ومن موراها غادي ندوزو التيست درايف اللي غادي يكون فيها الاوف رود وشويه ديال البيست. ولكن بطبيعه الحال واش غنمشيو بهذه اللبسه هذه؟ لا، خصنا ضروري نبدلوا علينا. ايوا دابا مزيان، دابا يمكننا نعملوا التيست درايف وحنا مرتاحين. هيا بينا، بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على رسول الله. الاخوه كيف ما كتشوفوا معنا ها هي تبارك الله اللهم بارك كيفاش كتبان في ارض الواقع. ما شاء الله ما شاء الله، موطورها واعره مهيابه مخدومه مزيان الشكل ديالها تبارك الله. ان شاء الله غادي نجربوها ونشوفوا التوب سبيد ديالها. شوف من الخلف كيفاش كتبان اللهم بارك. عاد كيمكن لك تزيدها باليزات ويمكن لك تزيدها ماليطه ديال النور، فيها بزاف ديال العموريه. دابا هادي راه ما فيها غير كراشبر هو اللي فيها. ها هي كيفاش عامله. بسم الله، اول حاجه نعدلو هي نرانكيوها ونسمعوا الصوص ديالها. ما شاء الله. ودابا ان شاء الله نبداو التيست درايف ديالنا. بسم الله. اخواتي كما شفتوا تبارك الله نزلت 199 ولكن نزلتها شويش مزيره. 195 نزلتها مرتاح. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي تيست درايف، اللي هو غادي يكون اوف رود. غادي نجربوا بها الاوف رود وانتم اللي غادي تحكموا. هيا بينا. كما قلت لكم في اول فيديو باللي نتوما اللي غادي تحكموا وانتوما اللي تعطيوني الراي ديالكم. عطيوني الراي ديالكم كيف جاتكم وتا انا غادي نعطي لكم الراي ديالي. بما انها وصلت 199 تقريبا 200 كيلومتر الساعه وبهذه الخفه والثبات، خصوصا الثبات وفي الجمال ديال الشكل ديالها، يمكننا نقولوا عليها من ارخص الدراجات الناريه في المغرب ومن اقواهم. كيف العاده كنشكروا الشركه بينيلي على هذا الموديل اللي خرجت. نتلاقاو في فيديو جديد. تشاو.